عايز تبطل سجاير وحاولت كتير ومعرفتش، وكل مرة بترجع ألعن من الأول وتشرب أكتر. في الفيديو ده هقولك على حاجات هتخليك إن شاء الله تبطل السجاير للأبد. اتفرج على الفيديو ده للآخر لأنه ممكن يغير حياتك، وما تنساش تدعيلي. خلينا في الأول وباختصار نقول إن التدخين بالشكل اللي نعرفه النهاردة بدأ في القرن ال16 وال17 لما الأوروبيين وصلوا الأمريكتين، وانتقل لبريطانيا والفرنسا ومنهم لمختلف دول العالم. السجاير بتتكون بشكل أساسي من التبغ والنيكوتين والأطران وغيره من المواد الكيميائية اللي بتوصل ل 500 مركب مختلف، ونسب المواد دي بتختلف حسب نوع السجاير. والمواد دي بتسبب مشاكل صحية لا حصر لها، من سرطان رئة وأمراض قلب وسكتات دماغية ومرض الانسداد الرئوي والعقم وغيره. وبناء على دراسة لمنظمة الصحة العالمية في سنة 2020، التدخين بيتسبب في وفاة أكتر من 8 مليون شخص سنويا، منهم 7 مليون وفاة لناس بيدخنوا بشكل مباشر، وحوالي مليون وفاة لناس مش بتشرب ولكن بتتعرض للدخان بسبب الناس اللي بتشرب جنبهم. والتبغ مسؤول عن 22% من جميع وفيات السرطان، و13% من جميع وفيات أمراض القلب والأوعية الدموية، و7% من جميع وفيات أمراض الجهاز التنفسي. وتعتبر مادة النيكوتين الموجودة في السجاير هي السبب الرئيسي في الإدمان على التدخين. فبعد التدخين بتنتشر مادة النيكوتين للدماغ خلال 10 ثواني بس، وبعدها بترتبط ببعض المستقبلات الموجودة في الدماغ، فبتحفز إطلاق الدوبامين، وده بيسبب الشعور بالراحة والتخلص من التوتر والعصبية بسبب الإحساس المزيف بالراحة، وده بيزول خلال 30 ل 60 دقيقة بعد التدخين. وده اللي بيخلي الشخص واقع في فخ سلوك لا ينتهي بين استمرارية الشرب وزوال المفعول والتكرار مرة تانية. طيب دلوقتي، هل الإقلاع عن التدخين شيء مستحيل؟ لا طبعا، هو صعب بس مش مستحيل، وفي ناس بتقدر تبطل السجاير وتبطل الأسوأ من السجاير كمان. ودلوقتي هقولك على خطوات عشان تعرف ازاي ممكن تعمل حاجة زي دي. أول حاجة لازم تعملها إنك تسأل نفسك سؤال مهم جدا، وهو أنت ليه عايز تبطل سجاير؟ لازم تعرف إنك عشان تبطل أي حاجة في الدنيا لازم تكرهها. ده هيساعدك كتير إنك تبطلها، لأنك ببساطة لو بتحب الحاجة دي مش هتقدر تبطلها. وعشان كده أول حاجة لازم تعملها إنك تجيب ورقة وقلم وتكتب فيها الأسباب اللي أنت عايز تبطل علشانها، من أقوى سبب لأضعفهم. وده لأن أسباب الناس مختلفة عن بعض. يعني في ناس نفسها تبطل عشان صحتها وقد إيه التدخين تعبهم، أو شافوا بعينهم ناس بتتعب بسبب الموضوع ده، أو عشان الفلوس اللي بيدفعوها واللي هم في أشد الحاجة إليها، أو عشان شكلهم الاجتماعي، أو عشان بتخلي ريحة الشخص وبقه وحشة، أو عشان ابنك ما يطلعش يشرب زيك، أو عشان عيلتك اللي بتستنشق الدخان وبتتعب بسبب حاجة مالهمش ذنب فيها، غير إن في شخص مدخن معاهم في البيت. أو تكتب شكل وإحساس والدك ووالدتك لما عرفوا إنك بتشرب وقد إيه هم كانوا زعلانين، أو إن إزاي الحاجة دي بتأثر على علاقتك بربنا، إنه أنعم عليك بالصحة وإنت بترفضها وبتبهدل صحتك بالشكل ده. يعني من الآخر اكتب كل حاجة وكل موقف سيء انت مريت بيه بسبب السجاير، عشان تفكر نفسك دايما قد ايه الحاجة دي بتأذيك، وان السيجارة دي تستحق انك تكرهها بكل جدارة ولا تأسف عليها، وسيب الورقة دي في الدرج للذكرى وفكر نفسك بيها كل فترة. تاني حاجة مهمة لازم تعرفها إن أي عادة في الدنيا بتستهلك وقت وطاقة محددين من حياتك، وعشان تبطل أي عادة لازم تستبدلها بعادة تانية، لأن الفراغ ده لازم يتملي، ولو ما اتملاش هتلاقي نفسك بترجع تاني للعادة دي. بمعنى أنت يوميا إيدك اتعودت إنها تمسك السيجارة وتحركها بشكل معين، وبقك اتعود إنه يستقبل السيجارة دي وياخدها بالأحضان. بس من حسن الحظ إن ربنا كرمنا بنعمة العقل، وده أقوى من الإيد ومن البق. انت كل اللي هتعمله انك هتسيب ايدك وبقك يعملوا نفس الحركة، ولكن هتستبدل السيجارة بتسالي مختلفة. يعني تدخل المقلة او السوبر ماركت، وبالفلوس اللي كنت بتجيب بيها سجاير هتجيب بيها بقى لب، فول سوداني، لبان، شيبسي، بونبوني، شوكولاتة، اي حاجة وكل حاجة انت بتحبها، حاجات مملحة بقى، مسكرة، مشطشطة، انت ومزاجك، دلع كرشك يا معلم. المهم وانت في البيت او في الشارع او في اي حتة في اي وقت تدب ايدك جوه جيبك تلاقي حاجة تقزقزها او تمضخها. والأولوية طبعا للحاجات اللي ايدك هتتحرك فيها كتير، يعني اللب هيبقى أفضل من اللبان، وكأنك بتعامل ايدك وبقك زي الأطفال الرضع اللي بيبقوا جعانين، وأول ما تحط لهم الببرونة في بقهم بيسكتوا وكأنهم لقوا مصدر التغذية اللي كانوا محتاجينه، وده بس بسبب إن بقهم بيعمل نفس الحركة اللي بيعملوها وهم بيتغذوا من الأم. موضوع التسالي ده هيبقى مهم جدا خصوصا في أول فترة، ودي اللي أقصد بيها أول سنة أو سنتين. أيوة الموضوع هيطول بس لازم تبقى عارف كده كويس. وده هياخدنا للنقطة الثالثة، لازم تدرك إن الرحلة هتبقى رحلة طويلة وهتاخد سنين، وإن هيبقى فيه انتكاسات، ودي أخطر حاجة لازم تعرفها قبل ما تبدأ الرحلة دي. ودي أكبر مشكلة الناس لازم تفهمها. مفيش حد بيشرب سجاير هتسأله ما حاولتش تبطل سجاير يا عم، هيقولك حاولت
بس ما عرفتش، وكل مرة برجع اشرب ببقى ألعن من الاول واشرب اكتر كمان. الجملة دي هتسمعها من كل الناس وهيتفق عليها كل مدخنين العالم بلا استثناء، وهم فعلا صادقين في اللي بيقولوه، وده بيحصل. وده برضو الفخ اللي بيقعوا فيه، لانهم بيتعاملوا مع رحلة الاقلاع عن السجاير زي الشخص اللي كان صايم وشرب كوباية مية في نهار رمضان عن قصد، فخلاص بيقول كده كده باظت وصيامه راح، ياكل بقى ويشرب خلاص. انما الصيام حاجة والاقلاع عن التدخين حاجة تانية. انت لازم تبقى مدرك ان هيحصل لك انتكاسات، بمعنى ان هيعدي عليك ايام مش لطيفة، هيحصل لك فيها مثلا مشكلة في الشغل او حد في اسرتك ضايقك، هتبقى مخنوق متعصب، انت في فرح في مصيف مع شلة الانس، ايا كان السبب هتلاقي نفسك فجأة بتشرب. في اللحظة دي اغلبية الناس بتفكر بطريقة الصايم اللي فطر خلاص وصيامه راح، وهيقول مفيش فايدة باظت خلاص ومش هعرف ابطل. بس انا عايزك تفكر بطريقة مختلفة شوية. انا عايزك تفكر زي الطفل، ايوه نفس الطفل الرضيع اللي كان بيعيط من شوية وحاسس الببرونة في بقه. لما يكبر ويحاول يقف على رجليه هيقع مرة واتنين وتلاتة وعشرة، بس هيقف على رجليه في الاخر. انت يا معلم لازم تتقبل الهزيمة في اليوم ده بكل روح رياضية، وتبقى عارف انك وقعت وانك هتقع اكتر من مرة، بس عادي، اعتبر ده اليوم الفري، اعتبره كابوس وهيخلص، وهتصحى تكمل رحلتك عادي كأن ما حصلش اي حاجة. لازم تفهم ان ده هيحصل وتتقبله، وتبقى مستعد للحظات الانتكاسات دي وتتعامل معاها صح. ما توقفش وتقول انا كسرت سلسلة اللا هزيمة خلاص الدوري راح عليا. لا يا معلم، انت ممكن تكسب الدوري وتكون خسرت ماتشات وجولات عادي، بس في النهاية رغم الجولات اللي هتخسرها هتوصل لهدفك وترفع الكاس. هو مش زرار ترن اون واوف هتضغط عليه، لا دي رحلة طويلة واسلوب حياة حصل فيه غلطة وهي السيجارة اللعينة، وانت هتصحح المسار ده تاني. مفيش مشكلة، يوم وعدى يا صاحبي كأنك بتلعب شطرنج. مفيش حد أول ما بيموت له حصان بيعيط وبيقول مش لاعب، لا كمل يا معلم، وقع لك حصان وقع له فيل. ودلوقتي خلينا نخش على النقطة الرابعة. أسباب الشرب من البداية لازم تحلها. يعني اسأل نفسك انت ليه شربت سجاير أصلا، ولازم تفكر في الموضوع ده شوية، وهتلاقي ان في سبب أو أكتر من سبب اجتمعوا مع بعض، زي مشاكل في البيت، كانوا بيزعقوا لك وبيضربوك وانت صغير في البيت مثلا فحبيت تتمرد وتهرب، أو مشكلة عاطفية حبيت واحدة وحرقت لك، أو إنك اتأثرت بحد تعرفه كان بيشرب، أو صحابك شربوا فأنت حبيت تجرب وشربت معاهم. كل الحاجات دي لازم تحلها وتتجاوز المشاكل دي. مش معنى إن حصلت لك مشكلة في وقت ما إنك تعاقب نفسك وتأذي نفسك بإيدك. سامح نفسك وسامح الناس وتقبل الموضوع بهدوء، وحاول تبعد نفسك عن المواقف أو نوعية المشاكل اللي بتستفزك وبتخليك عايز تشرب. وبمناسبة الصحاب، في نقطة مهمة جدا لازم تعرفها. في بداية الرحلة دي انت عزيمتك وإرادتك هتكون هشة، هتكون ضعيفة جدا، زي الكتكوت الصغير من أقل نسمة هواء هيبرد، فلازم تدفيه وإلا هيموت. انت برضو لازم تحمي عزيمتك وإرادتك بإنك تبعد شوية عن صحابك اللي بتشرب معاهم أو الأماكن اللي انت اتعودت تشرب فيها. وهنا انا مش بقول لك اخسرهم لا سمح الله، لا حافظ على علاقتك الطيبه معاهم، بس لازم تقلل القعده معاهم، لانك عشان تبطل وانت شايفهم بيشربوا قدامك ده هيبقى كانك عايز تصلي في كباريه وبتعذب نفسك، وكانك صايم ورايح تتفرج على الشيف وهو بيطبخ احلى اكل وبيشرب احلى عصير. العذاب النفسي ده انت في غنى عنه، على الاقل في اول فتره، ودي اللي هي اول سنه او سنتين. بعد ما تعدي الفتره دي هتوصل لدرجه انك تكره ريحه السجاير وهتخرجها خالص من دماغك. ما تقلقش، هتوصل للمرحله دي ان شاء الله. ساعتها بقى تقدر تروح تقعد مع اللي انت عاوزه، ان شاء الله تقعد في مصنع السجاير نفسه ولا هيهمك. انما اول فتره دي مهم جدا انك تبعد شويه. النقطه اللي بعد كده واللي هي مهمه جدا هي الشخصيه. لازم تعرف ان من خلال قوه شخصيتك تقدر تعرف اذا كنت هتقدر تبطل ولا لا، لان ببساطه انت شربت سجاير لان اللي حواليك كانوا بيشربوا سجاير، سواء في حد في اسرتك او صحابك او غيره. يعني انت لو كنت اتولدت في جزيره في قلب المحيط ما كنتش هتدور على السجاير او تفتقدها، لان مفيش حد حواليك بيشرب سجاير او شفته بيشربها. ولو كنت اتولدت مكانك بس من 1000 سنه ما كنتش هتفتقد السجاير برضه، لان المجتمع اللي حواليك كمان ما بيشربش. وده معناه ان الناس اللي شخصيتهم قويه يقدروا يبطلوا بسهوله، لان عندهم القدره على المشي عكس القطيع، ويقدروا يقولوا اراء مختلفه، والاهم انهم اللي بيتحكموا وبيسيطروا على حياتهم، وكمان بيأثروا على اللي حواليهم. يعني لو الشخصيه قويه صعب ان الشخص يتحكم فيها، فما بالك بقى بان السيجاره تتحكم فيها. انما الشخصيه الضعيفه السيجاره هتتحكم فيه، واصحابه هيتحكموا فيه، والمجتمع اللي حواليه هيتحكم فيه، واي حد معدي في الشارع هيتحكم فيه. وهتلاقي دايما مع القطيع يشوف الناس بتقول ايه ويقول زيهم، لان سهل التاثير عليه والتحكم فيه، حتى ولو كان اللي هيسيطر عليه مجرد سيجاره مليانه مواد مسرطنه، وهو مدرك لده، ومع ذلك بيتفرج على نفسه وصحته وفلوسه بتضيع، وبيتجنب المقاومه لانه ضعيف ما يقدرش يقول لا حتى ولو السجاره. وفي الغالب لو كان اتولد في مجتمع بياكل اكياس بلاستيك ويبلع بزيت عربيات كان هيعمل زيهم، ولو كان اتولد في مجتمع بيعبد فرشه السنان كان عبدها زيهم. بس انا اعتقد فيك يا صاحبي قوه الشخصيه، لانك عايز تبطل ومهتم تعرف، ولا ما كنتش اتفرجت على الفيديو لغايه دلوقتي. فلو شخصيتك ضعيفه وعايز تبطل طور من شخصيتك واشتغل عليها الاول، وبعد كده فكر في موضوع السجاير ده.
النقطة اللي بعد كده وهي نقطة مهمة جدا، وهي التدريج. زي ما بدأت بسجارة فرد وبعدين نص علبة وبعدين بقت علبة كاملة ما شاء الله، لازم لما تبطل بالتدريج برضو. طبعا بعض الدكاترة لو سألتهم هيقولوا لك لازم تبطل فورا وما تشربش ولا سجارة واحدة حتى، وطبعا هم صح وعندهم حق، لأنهم أكتر الناس عارفين إزاي السجاير بتدمر الجسم. بس الواقع بيقول إن اللي بيجي بسرعة بيروح بسرعة. ما ينفعش ياخدك من السخن للبارد كده على طول، انت مش لبن هنبصره. ما ينفعش تبقى لسه فاك الجبس من على رجلك اللي كانت مكسورة وتاني يوم تقول لي انا هدخل سباق جري اولمبي عشان الجري مفيد للصحة. هو ايوه مفيد للصحة وكل حاجة، بس واحدة واحدة، كله بالحنية بيفك. ما تضغطش على نفسك عشان ما تفرقعش. ده من اكتر الاسباب اللي بيخلي الناس اللي بتحاول تبطل ترجع تاني وتشرب اكتر من الاول. لازم يبقى في فترة انتقالية بين انك بتشرب كل يوم علبة او اكتر وبين انك ما بتشربش خالص. يعني راقب نفسك واعرف انت بتشرب كام سيجارة في اليوم. بتشرب علبة مثلا 20 سيجارة في اليوم، بكرة هتنزل العدد ده تخليهم 18. ده أول هدف ليك. طب إزاي هتعمل كده؟ بإنك تطول الفترة بين كل سيجارة والتانية. بدل ما بين كل ساعة خليها كل ساعة ونص، ساعتين، خليها قدامك أو في إيدك، بس حاول تأخر على قد ما تقدر توليعك ليها وشربها. اليوم اللي بعده هتحاول تقلل العدد ده وتخليهم 16. حاولت ولقيت نفسك مثلا متعصب ومش قادر، مفيش مشكلة، خليك مرن، انت مش طوبة. ارجع تاني واستقر شوية على 18 سيجارة، وبعدها بفترة حاول تنزلهم تاني ل 17 سيجارة. انا عايزك تاخد جسمك على قد عقله، انت هتاخدها خطوة خطوة، سيجارة سيجارة، وحاول تحتفل بنفسك في كل خطوة انت بتاخدها وكل عدد انت بتقلله. ان شاء الله لو كل اسبوع عن التاني عدد السجاير اللي بتشربها يوميا قل سيجارة واحدة، ده تقدم كويس جدا. المهم انك هتكمل الرحلة والطريق اللي قررت تمشي فيه. بس اهم حاجه ما ينفعش ترجع لورا. يعني لو استقريت وتعودت ان كل يوم مثلا 10 سجاير ولقيت نفسك مستريح عند الرقم ده، ما ينفعش تيجي تاني يوم وتشرب 14 سيجاره، لا يا معلم. وبرضه ما تحاولش تقلل فجاه. يعني ما ينفعش تكون بتشرب 10 سجاير وتيجي تاني يوم تشرب سيجارتين بس. طيب ليه بقى؟ لان انت عودت جسمك على كميه معينه من النيكوتين، وايدك وبقك كمان اتعودوا. لو قللت فجاه جسمك هيقفش عليك وهتصدع وتتعصب وتقرفنا معاك. انا مش عايزك تقفش على جسمك عشان جسمك ما يقفش عليك. خلي الرحله لذيذه. لو الموضوع بقى متعب ورخم وصعب نفسك هتتسد وهتقول لا مش قادر، كفايه عذاب لحد كده. انما لو ضحكت على جسمك كل يوم او اسبوع في سيجاره او سيجارتين تقللهم، مش هيحس بفرق كبير. زي طبق الكشري كده لما تاخد معلقه، انت فاهم؟ ما تروحش تاخد كبشه بقى بالمغرفه، لا جسمك هيقفشك وهيزعلك. المهم انك في عمليه دايمه ومستمره لخفض عدد السجاير اللي بتشربها يوميا، ومفيش مشكله انك تاخد وقتك ويبقى في فتره انتقاليه ولو اسبوع زي ما قلنا، تستقر عند عدد معين قبل ما تنزل بالرقم. يعني الاسبوع ده انت بتشرب 8 سجاير يوميا، الاسبوع اللي بعده 7، لغايه لما توصل لسجاره الصبح وسجاره بالليل. انت كده قربت. ولو لقيت نفسك اتحمست وبتقلل اكتر من سيجاره في الاسبوع، سيجارتين مثلا كل اسبوع، مفيش مشكله. كل واحد على حسب قدرته وعزيمته. بس اهم حاجه انك ما تفاجئش جسمك مره واحده بالمنع والحرمان عشان ما ترجعش تعيط وتشرب اكتر من الاول زي كل مره. المهم انك بالتدريج بالطريقه دي هتوصل في مرحله معينه انك بتشرب سيجاره واحده في اليوم، وبعدها يوم ويوم لا. انت كده وصلت لمنصه التدويج يا معلم. بس برضو تقدر تدرج اكتر. يعني ممكن كل خميس وجمعه سيجاره، وبعدها كل اسبوع سيجاره. في المرحله دي انت بقيت جاهز انك تودع السجاير للابد. وألف مبروك يا معلم. ولكن خليني برضو أقولك إنك في أول سنتين ممكن تعمل استثناءات، خلينا نسميها استثناءات موسمية، بمعنى إن في يوم مثلا زي شم النسيم، عيد، وقفة، مناسبات، فرح. أنا وإنت عارفين إن الدنيا بتبقى صعبة أوي في الأيام دي. ممكن تتعامل معاها على إنها أيام فري زي الدايت كده، أو إنها انتكاسات مقصودة ومخطط ليها بغرض التنفيس عشان ما تبقاش لوحدك وتحس إنك منبوذ ومحروم فجأة. ومع الوقت هتلاقي نفسك قادر تتحكم وتبعد بسهولة والموضوع ما بقاش في دماغك. ولكن لو قدرت إنك تتخلى عنها برضو مفيش مشكلة، كل واحد على حسب قدرته وعزيمته. نقطة كمان مهمة إنك لازم تلعب رياضة في الأول، حتى لو تمارين خفيفة. ده هيخفف من إحساسك بالتوتر والعصبية وهيحسن صحتك ومزاجك. ولو اتعلمت رياضة جديدة هتكون بتدي لعقلك حاجة مفيدة يفكر فيها تشغله عن التفكير في السيجارة. آخر حاجة ودي مهمة جدا جدا، اطلب الدعم من ربنا. ادعي ربنا وانت بتصلي انه يبعدك عن السجاير ويكرهك فيها، واطلب من الناس اللي بتحبك انهم يدعوا لك، وعرفهم انك بتبطل فعلا وان في خطة انت ماشي عليها وانك اخدت قرار انك تبطل. وفي النهاية اتمنى انك تنجح وان الخطوات دي تساعدك بجد تبطل تدخين سجاير او غير السجاير، لان صحتك اهم وعلاقتك بربنا اهم، وابنك اللي هيقلدك ويشرب سجاير زيك ده اهم، واهل بيتك والناس اللي حواليك اللي هيجيلهم امراض حتى وهم ما بيشربوش وذنبهم الوحيد انك عايش معاهم تشرب سجاير في وشهم اهم. والفلوس اللي انت حرفيا بتحرقها دي انت اولى بيها، او طلعها في الخير لو مش عارف توديها فين.
وما تقولش حاولت ابطل ومعرفتش. انت مش عاجز، بطلها بمزاجك قبل ما الدكتور يخليك تبطلها غصب عنك. اتمنى الناس تعمل شير وتبعت الفيديو للناس اللي بتحبهم وعايزينهم يبطلوا، ولو حد عنده نصيحة او تجربة ياريت يقولها في التعليقات عشان الناس تستفيد. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس وتشوفوا باقي الفيديوهات. سلام.